خلصنا فقرة الشعر والصبغات، ندخل لفقرة الميك اب. طلعي فوق معانا الإعلامية الجميلة أماني الكندري. البنات اللي يسألونا عندهم هالات سوداء أو أماكن غامقة بالوجه أو تصبغات، بنستخدم الكوريكتور الأورنج من أي ماركة. استخدموا الماركة اللي أنا أستخدمها، يعني في كتير ماركات. فيكم تستخدموا من كريلاين، فيكم تستخدموا من أورنج طريقة الطبطبة. بس في الأماكن اللي إحنا عايزين نعمل لها إخفاء هستخدمه النهاردة من لوريال، الكفر تبعه ميديم. نوزعه على الوجه بالكامل، نفس الشيء على الأماكن اللي إحنا حاطين فيها الأورنج طريقة الطبطبة. طلع فوق. نبتدي الكونتور. هي ما شاء الله الوش أوكي. زي ما قلت لكم الكونسيلر الهايلايتس اللي احنا بنستخدمه تحت العين الكريمي لازم يكون افتح من درجه الفونديشن درجتين، فبالتالي هدمج من كريولاين اللون البيج، هدمج البيج مع اللون الاصفر عشان يديني درجه طبيعيه بهالطريقه. بعد تقسيم طبعا الكونتور نبتدي نوزعه بطريقه الطبطبه، ان احنا نحافظ ان الدمج يكون مظبوط، يعني ما يكون مبين خطوط. بعد ما وزعنا الكونتور هستخدم البودر من بنانا الاصفر تحت العين. اليوم راح استخدم برايمر، وراح استخدم كونسيلر للبنات اللي ما بيعرفوا الفرق ما بين البرايمر. هاي برايمر خاص بس للعين لتثبيت الشادو. هوزعه على الجفن بالكامل. ميزته ان سهل ليكم استخدامه. طبعا ما يصير نستخدم البرايمر التابع للفيس للوجه ان احنا نستخدمه للعين. كل منتج ليه اختصاصه، فبرايمر العين مختلف بتاتا عن برايمر الفيس. وزعت البرايمر. الالوان الاساسيه اللي انا بستخدمها تحت الحاجب من ذا بالم هالشادو، هاللون الاوف وايت، اوزعه تحت الحاجب مباشره. راح استخدم اليوم اعتمد الايلاينر، وراح استخدم لون فاتح. اللون اللي انا استخدمته تحت الحاجب راح استخدمه على بطن العين. وهضيف عليه هاللون، هذا اللون من ماركة نارس، بعد هو للتجربة. المنتج كتير شايفين لونه كتير قوي وواضح على ذهبي. وهستخدم من ماركة كولر بوب المات، هستخدمه من الطرف بهالطريقة. راح يكون ابراز العين. استخدمها من هاوس اوف لاشز، اسمها ستارليت. علمتكم من قبل لازم نقيس الرمش مع قياس العين، يعني نشوف مضطر ان احنا نقص من الاطراف الخارجية للعين علشان يكون نفس
صمغ. طبعا ليكم انتوا يفضل تستخدموا الصمغ الشفاف من الاسود لين تتعلموا لزق الرموش مظبوط، وبعدين تستخدموا. هنثبت الرمش من وسط العين، بعدين الطرف الداخلي والطرف الخارجي للعين بهالطريقة. نفس الشي العين التانية، اهم شي نركز من الاطراف علشان ما يطلع الرمش لا من الطرف الداخلي للعين ولا من الطرف الخارجي، فبالتالي لازم نركز بالصبغة. طريقة ركبت الرمش. رح نرسم الحواجب. انستازيا الجيل برو. احدد شكل الحاجب الخارجي. كده رسمنا شكل الحاجب. نخليه طبيعي، يعني يكون كتير الرسم بتاعنا خفيف من قدام، كتمشيط بس لفوق بهالطريقة. يا بنات طبعا الخطوة دي ما نزلت السناب علق، فاضطريت ان انا اراجع تاني. اول شي هنحدد اللاين الخارجي للعين في خطة الايلاينر لظهور. نبتدي نحدد من وسط العين ونكمله مع اللاين النهائي لشكل الايلاينر. خلصنا الطرف الخارجي، نبتدي بقى في الطرف الداخلي للعين عشان نكمل اللاين ببعض بهالشكل. افتحي تحت للفراغات. بهالطريقة خلصنا الطرف. شايفين اللاينات انا بوصلها ببعض من غير ما اعمل تموجات بالايلاينر. طلعي فوق هنا بس. اماني بتحب البوزة من قدام، انا قادر ان مش كل البنات بيحبوها، بس انا لازم البي طلبها ما اقدر. طلعي تحت. طلعي تحت يا عمري. خلصنا الايلاينر. تحت العين استخدم كلر بوب نفس الدرجة اللي انا استخدمتها على الجفن الثابت. درجة البراون راح اصور لكم اسم اللون، مش عارفة واضح او لا. هستخدم الشادو الاسود اي ماركة. هستخدم الشادو الاسود من اي ماركة بس تحت العين شوية عشان ادي شكل لاين للرموش، وادمجه من تحت بهالطريقة. سكري حبيبي. خلاص دمج الشادو تحت العين. هستخدم المسكرة من لانكوم، طبعا ما بستغناش عن هالمسكرة لانها تطلع لي رموش من تحت. خلصنا العيون. هستخدم البلاش اليوم من سيفورا، هو دمج ما بين البرونز والوردي او البصلي. احدد بيه منطقة الخد وابرز اكتر الكونتور. راح اعلمكم ازاي تثبتوا الاضاءة وتوضحوها اكتر مع مثبت المكياج من لوريال او اي ماركة، ممكن فيكس بلاس. هاخدها على الايد بهالطريقة، ادمجها مع الاضاءة. طلعي فوق. شايفين اللون بيبقى كتير واضح، شايفين الاضاءة كتير واضحة. نستخدم بقى من لوريال، نستخدم من ميك اب، نستخدم من ماك ايا كانت الماركة. اهو حطينا الفيكس بلاس، بعدين كده مع الاضاءة. بهالطريقة بنبرز الاضاءة اكتر ونخليها تكون واضحة. الحين راح اعلمكم ازاي سكري نرسم الشفايف. والثبات الحمراء لازم املى الشفايف بهالشكل عشان يكون الشكل امبري وما يكونش متحدد. طريقة التكبير. الحين راح احط الحمراء بيج.
والحين خلصنا اللوك ان شاء الله. راح اصور صورة نهائية بس تخلص الشعر. بالنسبة للبنات اللي عندهم الجيل برو لما بينشف، انا علمتكم من قبل بس عشان خاطر البنات الجديدة، نستخدم الفيكسي بلاس او نجيب من انجلوت المذيب مطري للجيل برو او الايلاينر الكريمي موجود بانجلوت نفس القطرة، او ان احنا بالفيكسي بلاس. وحركته بالقطنة شوي لين طري كده، تقدروا تستخدموه عادي، طري معاكم وسهل.